وثيدي دي تولين تي كيو 5 مازال والي تكلميل غف فين يظنون كان ذي ليبيا أك ذي مازيغ نسن السكين 8 ذي يناير كيران كي نعقل نسنث نسقوما تسقاموث ثنيث مازيغ ليبيا ناليو كونساي دي زمازيغ دو ليبي أكذ تسقاموث ناسقامونيك أنمتسين نتنقين نموشار ليبيا من قاص فرانسيس لو كونساي سوسيال دي تواريك دو ليبي ملالن السكين 8 يناير إيوكنين أد سبدن أن منقار منز مثلا سميكي كيس قبيل من زوث نا يونيسياتيف نا كنس قالتني ذي استعرف المبادرة إيوكنا مخلم فيها أدفع ليبيا تزغن تكين إذي كتلا ثملي تكين ثلاد كذيف تغيوانت ثمازيغ نتاقين مقان غدا ما سيدي زكان ذي ثليسان الجزائر ليبيا السكين السبت 8 يناير ذا شو كان وقف دي توالين تي كيو 5 تلايوث تغوصا ذو لقرار تسمم ذا كان مازيغن ليبيا فضاني ما نسنا في السين يحريشن لاني مازيغ نوقافا إدي لان يطفن أذرار إلا نقول ذراري نفوسن كذا أثويلول غاف البحر في الليل وجي كنسمى أثويلول ذي زوارا كزغام لا دعني مازيغ نودا ذي مشاغ نتينيري الصحراء يلتما سعان أسقامون سنة كنت دنير أسقامو ونيج نمازيغن ليبيا وقال نوقافا أسقامو ونيج المتسين مشاغ ليبيا وقال نقلن غونزول سودا هيك كي تدنير ملال السكي دي 8 يناير 8 يناير ذي غدا ماس تيقلان في لسان الجزائر ليبيا وكني اد سبدن تزمن زوث الانيشياتيف مع المبادره وكنا المقلم فيها فيكون تمثل تكي تزغن تكي ان ليبيا وكني نفهمو كان سونا نارد اثنين كري عقالن نسين يسقو مايكين سونا نارد وكذا كي غاتني دينيا ونيون وين نتالو تذعلي انر ملذ وين الزواران منير ابو سعود اكذغن تسي يفرن وهي وحيده الحشان اكن داغن وين يتنقيين مشاغ اسميس معمر موهاق إيه أنا حسن في كم سلايي ونيون نفذو سي منير أبو سعود نسيت مسلايت إنجليزية اسم نياف أغدي مسلايت إنجليزية ماس منير أبو سعود إجلان ذا جنيور ذي زوارة أزول فلك منير أزول فلك أزول منير مولا شاغلي فرديني ذا نوث منير if you don't mind tell us who is منير أبو سعود. Munir Abu Saud, I'm an engineer and a member of High Council of Libyan Amazigh. And as I said, we are here tonight in Nalut after we went to Gdamas to confirm our view for the solution of our crisis in Libya as a part of Libyan people. We want to be active to give solution for this crisis. دقا مس منير ابو سعود كاين ذا عقال نسقامو منير لي مزيان ليبيا اقلا غسكير نجمع دي تمديتا كاين نالوت ميد نوغال كانسي قدامس عندك كان ملال دينا يوكلنا المقل نفكتم مغلينا نكون سي مزيان أمكن زمان أتيلي تفرات دي تزغن تكين إذا تدير ليبيا أسقسير إذا تدون أسقسير إماس منير ذاكن ويفان عدينير إميت ملال المكان دي قدامس وسنها ثميلة دي مزيغن يك إذا ملال أمادي تنقيين دوي قادي قلان قات ويلول أكذ أذرار نفوسان If I understood well, Munir, can you confirm that in fact you met in Gadames for all of the Amazigh components of Libyan Mushar of Tiniri and Idrar Nefusa and Atwilul? Can you confirm that? We had a meeting, as I said last night, with all Amazigh tribes
in the mountains and in the coast, and as well as Tineri, or which is Tuareg. اوكي دونك اشي دينا مس منير ابو سعود دينك نملا ليك ودي مزيان امان لا اما دي مزيان نوذر نفوسا دي مزيان نيلول ثولول نزوارا دي مزيان دارني نتينيري نصحرا لدغا التنقيين. Yes, after, as I said, after we had meeting last night with all those tribes, we agreed all together that we have to give our view for solution for the Libyan crisis. Today in the morning, after we make our all preparation for this summit to our viewers in Libya and the world, we went to Gdamas, which is about 300 kilometers from Nalut south. We arrived there at 1 o'clock, and then we meet the municipality people, all the Congress of the Gdamas municipality. We had a brief discussion with them, and after that we went to the media to say our view to the media to be reached. We wanted to reach everyone in Libya and outside Libya, and our as I said, maybe you will ask me later on for the content of this yes, views. Maybe just yes. Munir, I will ask the question about the content now. Did you get agreement from the municipality or city hall of Gdamas to proceed with this meeting between all the Amazigh components of Libya? Basically, as I said before, Tuareg or Mushar of Tineri and Amazigh of Adrar Nefousa and Wilul? Yes. We get the green light from them. That's why we went there to make it. We choose Gdamas city as a city which we can start our initiative to give it to the Libyan people, because as we all know that Gdamas was a city which chose by the UN and to hold the meeting in 2019. But before the due of the meeting time, Haftar was made this aggressive attack on Tripoli, and we everything started from zero. So today we want to just restart again this initiative from our side to say that the Gdamas city is the city of peace and a city of tell to Libyan people that peace can be achieved by Libyan people in Libyan cities. Thank you Munir. تنميت هسه ما كانش يدينا منير هناك ذا كان منير واش نختار قدامس شكون قدامس ديوث نتغي وانت تختار تود ساتا غيرلاند لونيو نا يونايتد نيشنز ديك سكواس نزوج 2019 وكني مخدم كافرون تمثل ليبيا دينا تمدينت نتلويث مشكور مشاود اللي تمليليت يونايتد نيشنز نا تود ساتا غيرلاند اشكو حفتر جنرال حفتر ماش فامي وث طرابلس راه كلشي حبس هذا الشيء رجال كنا نروح للناس انه على ما قدامس وكنا نمليل دينا وكنا المخل ام كاثرو تمثال تكين تزغن تكين ليبيا تو سينير ماس مونير دي سعدين ام داكليس علي ثانك يو فيري ماتش مونير can I speak with Ali please thank you very much and تنمير في مزيغ النمضاء الكل تنمير يوسف علي علي كان دمغ الناس نيزرفان ومذان ذاكي ذي نالوت زام ذاكي وقادو نزيا السينا نالوت كاين روحها نالوت من الارض علي طاسيم دوكال ذي مزافيين ليبيا سينا ميم يدوسان مزافيين ام اللبسانسان ام العوايد نسان شوفانيك سي مزافيين ماشي شوفان نيسني ذي مزافيين السيني علي مول شاغلي فاعليه ديني ظنوة علي
السلقايث وذا شو ديلان يظلين دي تمليل كينا لوت الزول أجمع رشيد الزول أجدود نزاير أجدود نزاير نمازيغن إيش الحيين دي شاويين دي رفيين إقباليين الزول أجمع ضد الزول أجمع أجدود نمازيغ ماني لان الزول مس رشيد نعم تحدثوا عن هذه المبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى للأمازيغ ليبيا برئاسة السيد الهادي محمد برقيق من مدينة نالود، والعضو السيد منير بن سعود من زوارة، والسيد إبراهيم من رئيس المجلس الأعلى لموهاق للأمازيغ التنيري. هذه مبادرة قد بادرنا هذه المجلس المبادرة سميناها بمبادرة الأمة الليبية. قد فقدنا خلال 10 سنوات من تجراولا 17 فبراير، من الثورة 17 فبراير، بهذه العدم وجود حل سياسي في الدولة الليبية إلى الآن. فقد باشر المجلس الأعلى الأمازيغ ليبيا بمبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية، وتنطبق هذه المبادرة بانحلال الأجسام السياسية التي تتمثل في البرلمان والمجلس الأعلى المجلس الأعلى للدولة والهيئة الدستورية المخيبة أو المعيبة والتي لم تجعل الحل أو لم تعد تطبق الحقوق الأصيلة الشعب الأصيل للأمازيغ ليبيا. وهذه المبادرة انطلقت من مدينة أغدوماس. أسمعك أخي رشيدي، أسمعك. واصل حديثك، واصل. قد انطلقنا هذه المبادرة، قلت لك، بسبب الخيبات التي تلقاها الأمازيغ بصفة خاصة، والوطنيين والأمازيغ الغير ناطقين من قبائل هوارة ولواتة وصنهاجة وفلة، بعدم وجود مصداقية من الأطراف الأخرى من شركاء الوطن بوجود حل سياسي. شكرا تنمير علي. أحاول أن أترجم ما قلته باللغة العربية. وندقى أنا داني دينا كيموني سيمسلاي نظن ستعرف إنك باللي نكوني نتمقول لكن أن إمازيغ نتادي فكن ثموغلين سن في الزمان تفرو تزغن تكين ذي ليبيا نكوني نمليل ذا غاندي غادا ماس اكيد تمنخت نتنجيين ليبيا إمازيغ نتنجيين هذا ملي نقدينا إمازيغ ندملان اما نالوت نا قدران نفوسا نا وكاد ايتنجيين دي تينيري هذا ملي وكلد مقلن ذي مازال دفكن ثموغلين سن خاطر ميتسوغا ارثوغا مازال ودفكن حسيسنا ما نشوف غنتوغا فغانا دوغالن سي ان اكتور عندنا الاثنين دفكن سيكتي وين نسنا شو سوتور انك كي مازال ليبيان ذاك الى قد يتوكس كلش يعني يحلل كل شيء يعني اما ضمن البرلمان اما اني مسمن الهيئه العليا للدوله ما نسمي كي تسقموث تونيك نوانيك ليبيا اكن دارني هذا تفوكس تسقموث من داوث اللجنه الدستوريه يتقارن هذه تفوكس كلش سناول حتى سودا ان داروا لاش وين ما يروح وزر في ناس. هذا ما قلته ما لخصته بصفة مختصرة عن علي باللغة القبائلية. ولكن الآن سؤال مطروح علي، لأن لحد الآن كما قلته لهشام أحمدي ومسين فنكال وكل الذين أجريت معهم الحوارات أجمار وكذلك شكري، قلت لهم أنهم الأمازيغ هم كاليتامى، يعني لم يكن في حسبان كل الذين ينشطون الأزمة الليبية، خاصة الفرنسا والتركيا
الامارات والسعوديه ومصر والجزائر وكذا، ولكن الغائب الاكبر هم الامازيغ. وهذه انا اظن ان هذه محاوله جيده منكم، مبادره جيده لكي يسمعون لكم. هل هذا صحيح علي؟ اوكي، هذا صحيح سيد رشيد. نحن لم نكن في الحسبان، بل قوة الأمازيغ، قوة سياسية، والقوة العسكرية موجودة على أرض الواقع. لكننا لم ننحز يوما إلى السلطة، ولم نختار السلطة، بل اخترنا الوطن، بل اخترنا ليبيا من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها. ولم نرضى بأي دعم أجنبي من الدول التي سميتها، من فرنسا ولا مصر ولا الإمارات ولا غيرها. الأمازيغ موجودين بكل قوة، سواء القوة السياسية والقوة العسكرية على الأرض الواقع، لكننا لم ننحاز إلى السلطة. لا نريد أن نصل إلى هذه السلطة المقيتة، السلطة التعسفية التي لم تصدق على حقوق الأمازيغ، ولم تصدق على حقوق الأمازيغ، ولم تعتمد على الوثيقة القانون الدولي للشعوب الأصيلة. قد حزنا إلى الوطن، إلى ليبيا، إلى أنامور. قد حزنا إليه بأن ليبيا أرض الأمازيغ، ولن نتخلى عنها اليوم وغدا وبعد غد. ولم نقبل، ونحن الأمازيغ لن نقبل أن نكون أجندة من أجندات، أو نقبل الدعم من الدول التي سميتها الآن، من الإمارات وفرنسا والجزائر وأي دولة أخرى. لن نقبل منها أي دعم، ولا نريد أن تدخل هذه الدول التي قد سميتها في شؤون. قد حزنا إلى الوطن أخي رشيد. وهذه المبادرة أخي رشيد قد حازت توافقا كبيرا، بحيث النطاق الجغرافي من جبل لنفوسة إلى الهلال الجنوبي، من القبائل الطوارق في الجنوب ليبيا، والتواصل الآن مع التبو. لقد إقبالا كبيرا هذه المبادرة من حيث المنطقة الجغرافية المسيطرة عليها الأمازيغ، من الجنوب، من جبل نفوسة حتى غدامس، حتى غات وباري ورفلة كاباو. سوف أترجم ماذا قلته أخ علي. كون دينا علي أنا إنك ذاك نكوني ثورة عشان سنين تجاولا مازيغ نخدم تجاولا تعسان سان أوزال سلاح تعسان كلمة سن مشى وكشينا ذي لا باكين اني من خاصة في السلطة تم السلطة نا البوفوار فانا البوفوار فغان لي زانتيرين تمورث داكشي كيفني جانا هاث وسنسمح سيسنا راه ماشا ثورة الى خذ يبدل اللعب تسكين ذا كورير لكن توازلنا قلنا اكي غلان تاكي تكثير سنديوسان اكي تدينا عليا اما زين عندما لا اما دي نفوسا اما الكرواسون نار الهلال نصحرا داك اللي مازال يتنقيين اكثر اثويلو اللي ديزكان دي زواغا مسامن داني بغينا درنو المام مازيغان وتمسلاينا ثمازيغ تخطو اشكولا الاكل سني قانتا الغير ناطقين بالامازيغيه لا نقاديكم منن السمازيغ تمام ومنن بلي دي مازيغني لا ما شفت مسلينا وغادي تسكن يذنا وكذا كي كوفغان تخمن يوث انيشياتيف وكني غادي نروح از مخلن كي مخلن نفع ناتسكين دي تفرات كاين تزغنت كاين اللي ماذا يحدث لو واسمو الرأي العالمي. أنا أستأسف جدا أن القوى العظمى مازال يعني لم ينظرون إلى الأمازيغ، لم يعتبرون الأمازيغ كلاعب في هذه في أزمة ليبيا أو في حل أزمة ليبيا. ماذا يحدث لو القوى الخارجية والداخلية سوف يضعون الأمر الواقع أن يحلوا أزمة ليبيا بالقوة ويحتمون
رجال مثل حفتر كرئيس دولة في ليبيا الغد والى اخره. ماذا سوف يحدث؟ هل امازيغ ليبيا والتوارق سوف ينفصلون ويعملون دولتهم ام ماذا؟ ما رايك؟ ما هو السيناريو المناسب لامازيغ ليبيا لو لم يحدث حل ليبيا بصفه التي ترضي الجميع؟ ماذا يحدث لامازيغ ليبيا؟ هل يذهبون الى الانفصال ام لا؟ هذا السؤال اخي رشيد، هذا نتوقع هذا بكل تأكيد من الأمازيغ. بنى عدد القوة الخارجية والقوة الداخلية من شركاء الوطن، بالذات من الطرف العروبي المتطرف الذي لن يسمح لنا بهذه المبادرة، رغم من نحن شركاء له في الوطن، ودرجنا الى درجه. تسمعني اخي رشيد؟ اسمع. نعم اسمع كمل، واصل. اسمع. سيد رشيد، قلت هذا بشكل طبيعي ان الدول الخارجيه والدول الداخليه والقوات الداخليه في هذه الدوله ليبيا نتوقع هذا الشيء لن يسمحوا لنا بهذه المبادره، أو يعتبرون هذه المبادرة أن يعتبروا هذه المبادرة ضئيلة، أو لا يحتسبونها، أو يتركونها يتركون هذه المبادرة على جنب. فإننا نحن الأمازيغ لن نقول لك نطالب بالانقسام، لن نطلب الانقسام، ولن نمل ولا نكل عن حقوقنا، لأننا لن نطلب. إذا طلبنا الانقسام والانفصال يعتبر نحن قد تجزأنا أنفسنا في نطاق جغرافي ضيق. بل ليبيا هذه كلها، ليبيا كلها أرض الجغرافية، أرض ليبيا كلها لنا سيد رشيد. ولكن علي، ماذا يحدث لكم لو لنا أيضا بقوة العسكرية ولكن ماذا يحدث لكم لو حتموا عليكم الأمر الواقع وتصبحون كالأمازيغ الجزائر؟ منهم القبائل والشاوية ما عندهم حتى كلمة، والدولة الجزائرية ضد الأمازيغية، عروب قومية. ماذا يحدث لكم في هذه سوف تجدون صعوبات كثيرة. هذا هو المشكل. سيد رشيد، قد قلت لك سابقا، نحن موجودين على قوة الأرض، سواء قوة سياسية والقوة العسكرية. حط عليه هذه القوة العسكرية النائمة الآن، التي هذه القوة العسكرية للأمازيغ الموجودة التي لن تنحاز إلى السلطة، بل حازت إلى الوطن. نحن ذلك عندنا لو يتم إخصاؤنا أيضا في هذه الهيئة الدستورية القادمة، أو في هذه الانتخابات السياسية والرئاسية القادمة، سوف يكون لنا صوتا قويا على الساحة الليبية بإذن الله، سواء كان سياسيا أو كان عسكريا. وأقولها على السيد رشيد، لن نقبل أي دعم خارجي من الدولة الفرنسية المقيتة التي مقتت بالشعب الأمازيغي، أجدودني مزيغا للجزائر والمغرب وتونس. ونحن الآن سوف نكون لنا رأي آخر بإذن الله. لن أقول لك إننا سوف ننفصل، لن نقول لك اننا سننفصل ونطالب بالانفصال والحكم الذاتي. اذا طلبنا الانفصال والحكم الذاتي فقد وضعنا انفسنا في النطاق الجغرافي الضيق. شكرا تنمير علي غتسوق لك شي دينا علي سمغاولا انك ذاك نكوني ونسمي حرا تردس ليبيا اشكون نكوني ذي مزيغان ليبيا تمازيغ ولا قراون تسجيرا ادسن فغاني يعني جبان فرنسا وكلا تحت من تفرات ليبيا خاطر نكوني دي مولان تموت نكوني ونتقلب على جوسكا ماتنو في البوفوار نسبقوا كان في كثرو ثموث تلويث ماشا بيلت واحد تم نكوني ونسوسو على السلاح حشمه إدنغا ليبيا سيمولانيس إنصليين إمازيغان تاكي تامورلي أنا كذا دوكادي يتخمم من أمنتا ذا قسقاموكي أونيك نيمازيغان ليبيا ثم من سلامي منير سي زوارة علي سينالو تنروح تعقلت تمطوث
تعقلت نسقمو نيجي مزيغن ليبيا سيت مذيت يفغن تكين واحدة الحشان ومينيغ الزول في اللامة واحدة الزولة فلك الزول اسقسير واحدة فاسينيغ ذا شوتنا كيكيتوها ثمورلين تمطوط ثمازيغ دي ليبيا غافينك يضغونا كيا يكتوها دي تموت كيا لدغاء مزيغ دي ليبيا. واحدة سؤال مطروح: ما هي وجهة نظر الأمازيغية في ماذا يحدث الآن حاليا في ليبيا؟ حابة تعطينا لمحة ولو قصيرة حول حياتك قبل ذلك. أوكي، شكرا لإتاحة هذه المساحة في قناتكم أو المساحة الإعلامية. أولا نبدأ، طبعا أنا من جبل نفوسة، أصلي من مدينة يفرن. ترشحت للمجلس الأعلى عن دائرة يفرن عن كرسي المرأة. طبعا التحقت بالمجلس الأعلى في 2021 24 كان يوم 24 في شهر إبريل. كنا طبعا كان السباق، كانت الأحداث أو هناك تسارع في الأحداث، فكان المجلس الأعلى يترقب كل المجريات التي تحدث على أرض ليبيا والأرض الواقع من تخبطات، سواء كانت حروب أو تخبطات في المواقف السياسية. فكان لنا مواقف كانت حذرة جدا، لأن زي ما نعرف أن الأحداث المتسارعة داخل ليبيا كانت يعني جد سريعة وجد تأخذ منعطفات أحيانا تكون خطيرة وغير متزنة. فنحن كمزيغ ليبيا يعني حاولنا أن نكون متزنين في اتخاذ أي قرار. أولا ما يجمعنا الوطن ويجمعنا الدين، فحتى وإن كنا مختلفين في الهوية والثقافة، ولكن لا يمنع هذا أن نكون مبادرين دائما بالسلام ومبادرين بالحلول، سواء كانت حتى أحيانا نأخذ يعني مواقف تكون جد يعني حاسمة في اتخاذ لهذه المواقف. أولا للخروج من هذا المأزق الكبير، لأن الكل داخل هذا الوطن يكون يعني المخرجات تكون على الجميع، يعني لا تستثنى أحد، سواء كان أمازيغي أو كان عربي أو تارجي أو تباوي. فأنا في نظري يعني أنا دائما يعني نقول لهم يعني نحاولوا إن احنا نكونوا نخرج بأقل ضرر وأكثر مكاسب خاصة للأمازيغ. فالحرب شرسة جدا داخل ليبيا، سواء كانت سياسية أو حرب اقتتال. زي ما تعرفوا أن دول العالم كلها لها محاورها داخل ليبيا، إلا الأمازيغ دائما نحن يعني تكون عندنا نتمنى أن تكون عندنا قيادة رشيدة، ولا يكون عندنا يعني أي يعني ما يكونش عندنا امتدادات خارجية زي ما صار يعني في العديد من المواقف، وأدت إلى أخذ يعني ليبيا إلى طرق غير سوية، وكانت نتائج وخيمة جدا. ولكن نرى أن هناك يعني استيقاظ للقادة السياسيين وكذلك العسكريين أن لابد أن يكون الحل ليبي يكون توافقي وليس مغالبة طرف على آخر. شكرا على هذه الاستفسارات. ألغيت الانتخابات الرئاسية مؤخرا، ويقال أنها سوف تكون في 24 يناير، يعني على مدى أسبوعين تقريبا. هل في وجهة نظرك هذه الانتخابات سوف تقام أم لا؟ والله أنا أراها في رأيي الشخصي أن أرى أن الانتخابات ما لم تكن انتخابات يعني لها قاعدة دستورية صحيحة ويعني ودستور يبين صلاحيات الرئيس وما يعني
يعني وما يترتب على هذه الأمور، فأنا أراها ليست انتخابات، يعني لن نرى انتخابات حسب ما موجود على أرض الواقع. ففي أرض الواقع داخل ليبيا ليست هناك بوادر أو أي إشارات بأن هناك في 24 يناير هناك انتخابات. هناك نرى زي ما يشوف العالم كله، نرى أن هناك مواقف سياسية تحدث بين لحظة وأخرى، ولقاءات نراها بين قادة في الأمس كانوا مختلفين واليوم نراهم مجتمعين على دائرة مستديرة. فهذه كلها نراها بعين، نرى هذه المواقف ونحاول أن نحن يعني نلاحظ أن أن الليبيين سيفيقون ويرجعون إلى المسودة الدستورية. لابد أن يتم تعديلها، وكتابة الدستور لابد أن يكون توافقي يشارك فيه جميع الليبيين حتى تكون الانتخابات نزيهة، ونضمن القانون في كل مدن ليبيا وحق المواطنة في كل مدن ليبيا. هكذا نحن نتمنى، وهكذا نتمنى من أخوتنا الليبيين أنهم يحدوا الأمور، يأخذوها يعني بعين الاعتبار. أما القفز على القانون وعلى الدستور فأراه أنه تلاعب كبير جدا، وحياخذ ليبيا إلى منحدر خطير جدا لا قدر الله. هذا ما نتمناه أخت وحيدة. شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وأتمنى نلتقي في فرص أخرى في مواضيع أخرى، وخاصة على ما يحدث في الساحة الليبية في الأسابيع أو في الأشهر القادمة. سوف أحاول أن أواصل على كل بكم أنتم كمناضلين في المجلس الأعلى للأمازيغ ليبيا، وحتى حتى الآخرون. شكرا جزيلا وحيدة. شكرا، بارك الله فيكم، ونتمنى لكم حد أوفر، ونتمنى للجميع. شكرا. تنمير أكاري تسلامي وحيدة ثناك ذاك كدينا عليه كذا وقبليس منير ذاك ثناك ذاك وثومينا باللي تفرانين هذه اللي تنسلويت 24 يناير كي تسدون ذاك كتيدنا كاويات قبليس سكو داك يوم تسهمنا في من داوث كنا دفنا النار نمثاوي يعني يبقى زغن ليبيا وزمان ديالي واش ما هذا شكي كان انسان نكوني داغان ديالي غرزلات هكا ولام ثلاثة يعقلن وسقاموني مازال ليبيا كتويلول منير زوارا ذا علي سي نالوت مسا واحدة سي يفرن ترى أنا واحد نولي يون وعقال نسقامو أني أن متسين مشار ليبيا الزول فلاك معمر السؤال الذي أريد أن أطرحه لك لما نتكلم عن أزمة ليبيا بصفة عامة في الأمازيغ نجد تقريبا في كل لما نتكلم عن الأمازيغ نتكلم على جبل نفوس أو زوارة، ولكن طوارق لم نسمع منهم الكثير. هل ممكن تعطينا وجهة نظر ساكن من طوارق في ماذا يحدث في ليبيا من فضلك معمر؟ ماذا يحدث في ليبيا الآن؟ أول شيء نحييك على الروح هذه الوطنية والروح الهوية الوطنية التي يتميزون بها أينما كانوا أهل التفانق. أنا ديما نقول أهل التفانق باش نخلطوا الأمازيغ والطوارق والواحد، لأن نحن كلنا لغتنا هي أبجديتنا هي الأبجدية التفانق التي تركوها لنا أجدادنا وأهلنا. شكرا. تركوها لنا أجدادنا وأهلنا ب24 حرف مخطوطة على الجلد وموجودة الآن لدينا يعني كلنا. فهمتني؟ نعم. أنا بالنسبة لماذا يحدث في ليبيا اليوم في هذا الزخم السياسي اللي موجود في ليبيا من اليوم 10 سنوات، حقيقة يعني شنو نبي نقول لك؟ نحن انتظرنا من العالم اللي هو كان وصي علينا وهو السبب فيما نحن فيه الآن. فهمت علي؟ نعم. ولكن احنا كطوارق وكأمازيغ نحن مع الأمة الليبية كلنا.
كلنا مع الأمة الليبية. نحن نريد أن نحافظ على الهوية الوطنية، وأنا عندي كاتب يعني مقالة كبيرة على الهوية الليبية والهوية الأمازيغية اللي هي هوية أهل التفانق. أنا ديما نحيد في الطوارق ولا الأمازيغ باش ما نكونوش مفصولين عن بعضنا، نقول أمة التفانق. أمة التفانق هي لغة الأمازيغية، هي التفانق الأبجديات يعني. وانت تعرف ممكن اجدر مني في هذا، انت باحث واحد. اعلم ذلك. فبالنسبه للمشهد الان في ليبيا، ايوه بالنسبه للمشهد في ليبيا الان سيء جدا يعني حقيقه يعني. واليوم او جماعه المجلس الاعلى الامازيغ اخوتنا يعني طلعوا على اساس قالوا نحن حنديروا مبادره للليبيين لامه ليبيا على اساس ان كيف نحن نطلعوا من هالمأزق السياسي اللي احنا فيه. فهمتني؟ فقين جدا يعني، وبارك الله فيهم على مجهوداتهم. وهذا من دل على شيء ذلك على استقبال ان هذه الامه هي الامه الاصيله في ليبيا. اما الطوارق والامازيغ هم في جبل نافوسا، من جبل نافوسا الى صحرات شمال مالي وشمال النيجر وبوركينا فاسو الى عند السودان. هذم كلهم امه واحده، امه التفينق يعني. تمست شكرا ثنمير شكرا جزيلا معمر. شكرا. هكا ونسوق كان كي كيسوزن شي دينا معمر يموشاغ نتينيري مدينة غدامس انك ذاكن نكوني سي موشاغ مازيغان عندما لان نزمان نسمي من ذات تيفيناغ دريان تيفيناغ وكناس دوكليك غالنا خاطر اكن من لا ماشي يوث تموثي دين لا يسدد السودان مالي نيجر يكون دملان مازيغان نعي مشاغ نتا الناس دي سيناكين زعما نسميه التيفينار مثيرنا تقفوث نفتيد سي جدار باباث ذاك نستوكل اللي غالنا وكني انقبل تسوات كيدين لا غادي ليبيا دار انك عشان سكوسنا كي نقولها ليبيا تاشيو تسوات ذيريت مشان نكوني ونسمحها نكوني تماكيتنا اولنا هذه اللي وديفيد كنيفرو اللي نعوقن ذاك كاين دينا كي سوزل كان كي ماس معمر يمهق ثم وقبل نروح امسلايا نقارو نعس قصير نقارو اكدو مسلايا نقارو علي انر الفلسفه بنيت سمي خلاغ الكيران يعقل نس اسقامو اوني نمازيغان ليبيا اتسمكثير ذاكن اسلواي امزوارو ان اسقامو اوني نمازيغان ليبيا يبوض سانجاي كناوض دي تاكا كاين دو جونفار سنة 29 وكاكي تولي مثول فتاكين ذنوري الشروي تونفكيين تاغنيت سناث ضايدس و ملاتي دي 2012 دي ليبيا وكاين كي النظام تسميثير ذاكن نوري الشروي ذا مغناس امازيغ اليبير مس نيفرن ذا قدراني نفوسن دي ثالث نو ديكتاتور اليبير معمر القذافي نوري الشروي يكشم غير الحبس 8 سكواسن غاف ثمن غستينس المند نيزرفان ني مازيغان ذي ليبيا دغا مي غلي كان الديكتاتور ذاك سكواس 2011 نوري الشروي ذي مدو كاليس سبدند اسقم وياكي ونيك ني مازيغان ليبيا لا لو كونساي دي زامازيغ دو ليبي ستمنتسنت نوري الشروي ثم زغار صروح ازمول امقراهان دغا ثوا شوت تفاصيل نيتو كدينا ثوا شوت نتيكو 5 ميديا تساك عزيز ثوا شوت شنوي ذي يفرن مازيغن اندملان ذوك مضال سكونفو دي ثلويث ايا مغناس نوري شنوي هي ثورا تكفو كان سوس قصير انقارو اكذوا ولا نقارو نتا قهضرن سيسم
نبقاونا كي يروح نسدا ياكل علي انا اثنى سقسي نقارو علي. علي، سؤال اخير لك، ما هو انتظاركم في كل امازيغ العالم تنتظرون منهم يعني بصفه عامه في الخارج، في المتجر او في الداخل، يعني ما تنتظرون من الامازيغ الاخرون؟ ننتظر من الأمازيغ الآخرون سواء من في المأجر والداخل، والذين من تم سلب حقوقهم وهويتهم الوطنية الأمازيغية أن يأخذوا موقف واحد، رجل واحد، وأن ينفضوا لأجل حقوقهم وهويتهم الأمازيغية. هذه اللغة والهوية التي ملكناها منذ ولدتنا أمنا أحرار، منذ ولدتنا أمهاتنا، خرج من رحم أمهاتنا. وأن يدعموا المجلس الأعلى للأمازيغ، المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا. والآن لأن الساحة الليبية ساحة سياسية ساخنة، وتكون هذه الساحة الليبية الفاصل للأمازيغ في المغرب والجزائر. علي، السؤال ما هي كلمتك الأخيرة؟ أول كان قالوا كلمتي الأخيرة: الزول مقر أكدود الأمازيغ، الجزائر، المغرب، تونس، وإقليم البصق الليبيين. أنا في يوم ما أن هذه الأمة الأمازيغية سوف تتوحد على قائد كما وحدها قائد ميسينيسا ويغطن وأيوبا. سوف يأتي هذا اليوم تتوحد فيه الأمة الأمازيغية على رجل قلب واحد، أن يكون هذه على مثل ملك ميسينيسا أو يغطن أو يوبا. وكما قلت لك سيد رشيد، لن نقبل بتقسيم ليبيا، ولا نرضى أن نكون لنا حكم الذاتي هذه للأمازيغ ليبيا، بل ليبيا أرضنا ولا نتخلى عنها. وسيكون لك رد قوي وقاسي لكل من يحاول نزع الهوية الأمازيغية من هذا الشعب. أول شيء أسجز أسجز أمجاز أقدودني مزيغن تمر، أسجز أمقران، أسجز دلخير، أسجز تليلي، أسجز نقدود اللي أينفض في منز دا إخوة تقرأ ولا دا إخوتي اللي أنز الأشياء اللي مزيغن. تنميك علي تنميك كان تلويث صحيح تنميك. أي هاد سوق لكن شدينا عليه إنسان كي نقول هاد قان الساعة مزكا أنت مزغا غادي لي دزكا أمزيكا كي لا ماسيني سايو قلتن يوفا ذيك اللي زني مزور النار نملي ليا كون نخدم ثموثم قراحات وكني أنا الحوغ غزات وذا كان يناد يناير مجاز كسكوتا كي مينوث أما رفوح نزوج 1972 ماذا كنويث كنت دي قيمة النار أو دينا قيمة ذي ثلويث